أيها الرملة التي حضنت جسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين واحمليني استغاثة ونداء، واسكبيني دمعا على رملك الأسمر يجري محبة وولاء، وامزجيني بآهة نطقتها زينب يوم قاست الأرجاء، وبآهات نسوة منذ يوم الطفل الآن ألهبت كربلاء، شبري بأنني لم أعد أقوى ولا حمل ما أردت أداء، لم أعد ذلك النعي الذي يحمل ذكراه لوعة وشجاع، ويناغي بوجده شاجعات، كم حملنا الحنين والأصلاء، وأواشي به النبي وأشجع لعلي وأسعد الزهراء عشرات السنين، وهو بثغري نغم عاش يسحر الأجواء، نغم يحمل البطولة والأمجاد في كل ما بها والفداء، ويحث الدنيا لتزرع أغلى تضحيات وتحصد الآلاء، رغم أن المصاب شيء يفوق الوصف وقعا ويعجز الإحصاء، فثمار السراء لا تتأتى دون أن يحتشي الفتى الضراء، سيدي إنني إليك انتماء ولو أني لا أبلغ الانتماء، وطموحات الطين والحمأ المسنون هيهات تبلغ الجوزاء، غير أني أدعى بكم ومن النفس أن تسعد المنى الادعاء، فاعدني إلى رحابك يا من يحمل النبل كله والوفاء، وسأل الله يا دمن بارك الأرض وأرضى بما توخى السماء، سله دفع السقام عني بلطف منه عم الدنيا، ويشفي الداء فيداه مبسوطتان لمثلي، فيداه مبسوطتان لمثلي ينفق الفضل فيهما كيف شاء، يا حسين يا من شدوت به صبحا وناجيته بوجدي مساء، لك مني رسالة من أنين في تضاعيفه شكبت الرجاء، أتقرى بها جداك ملحا وأرجي من الحضور الدعاء، وأنادي يا من تخفت الضحايا سلم المجد سادة شهداء، إن أجواءنا ظلام، إن أجواءنا ظلام، فعلمنا بأن نسرج الدماء ضياء، إن أجواءنا ظلام فعلمنا بأن نسرج الدماء
ضياءه، وتقبل منا مواسم قامت بتواشي الأئمة الأصفياء، وأعدنا للصاعدات، وأعدنا للصاعدات، وألهمنا بأن نحمل الحسين لواء. خادمه أحمد الوائل.